السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم النهارده عن موضوع يهم كل مربي، وموضوع يعني يمكن يكون من اخطر المواضيع بخصوص العجول الصغيره، الا وهو موضوع الفطام. خليني الاول اعرفكم بنفسي. معاكم اخوكم المسلم عبد الرؤوف، ودي قناتكم قناه المزرعه. لو انت اول مره تشوفني او استفدت مني باي معلومه، ما تنساش اللي انت تدينا لايك، وما تنساش تشترك في القناه. صلي على النبي ويلا بينا نبدأ إن شاء الله. خلينا في الأول نتكلم يعني إيه فطام. فطام يعني العجل ده أنا همنعه من اللبن، همنعه من تحت أمه، أو همنعه من اللبن الصناعي، وخليه يبتدي بقى مرحلة حياته الجديدة ومرحلة عمره الجديدة، اللي هي إيه، سواء أنا هسمنه أو سواء أنا هربيه، سواء كانت عجلة أو عجل أو أيا كان. الكلام شامل العجول والنتي وكل حاجة. طب انا هفطم العجل امتى، او هفطم العجل ازاي، او هعمل ايه؟ خليني اقول لحضراتكم الاول، العجل كل ما يبقى شبعان لبن، كل ما هيديني تحويل، وكل ما دورة تسمينه هتبقى معايا سريعة، وكل العجل ما هيحول معايا. طب انا هفطم عند كام كيلو، او هفطم عند امتى؟ شايفين حضراتكم العجل اللي قدامكم ده؟ العجل اللي قدامكم ده دلوقتي عمر 3 شهور و5 ايام بالظبط. العجل ده انا وزنته اول امبارح. انا قبل ما بفطم حاجة طبعا انا شغال بالميزان. الميزان ده اساسي، لازم يكون موجود عندك في المزرعة، تعرف انت بتعمل ايه وبتسوي ايه ورايح فين وجاي منين. انا وزنت العجل ده امبارح. العجل ده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، لقيته 100 كيلو، 100 كيلو بالظبط. طيب العجل ده انا هبدأ افطمه ان شاء الله. هفطمه ازاي؟ مش حاجة اقطع عنده اللبن مرة واحدة، او مش حاجي هقول انا هفطمه بكره يبقى خلاص انا هرضعه النهارده واجي بكره ما ادوليش لبن. لا، كده انت بتشتغل غلط. طب عشان اشتغل صح هشتغل ازاي؟ انا مثلا بديله 2 كيلو، 2 كيلو الصبح و2 كيلو اخر النهار. جيت انا هفطمه مثلا من بكره ان شاء الله، هاجي اعطيله كيلو ونص الصبح، كيلو ونص الصبح هياخدهم. طبعا العجل يا جماعه زي ما انتم شايفين لازم يكون معاه علف فطام. يا ريت يكون واضح في الفيديو لحضراتكم. ده بادي فطام اهو، بادي مواشي، لازم يكون موجود مع العجل. ليه؟ عشان خاطر اما اجي افطم العجل يكون بياكل معايا اقل حاجه خالص كيلو علف، كيلو علف عشان افطم العجل. طب انا وزنت العجل ده ولقيته 100 كيلو. العجل ال 100 كيلو ده قلنا هنديله كيلو ونص الصبح، واجي اخر النهار اديله كيلو ونص برضه. يبقى ادي اول يوم خد معانا 3 كيلو، كان بياخد 4 كيلو، لا انا اعطيته 3 كيلو. تاني يوم حاجه اديله كيلو بس الصبح، وكيلو اخر النهار، يبقى انا اعطيته 2 كيلو. بعد كده هديله نص كيلو ونص كيلو. بعد كده حط عنده اللبن. يعني انا اخد المرحله ديت هاخدها في حوالي 4 أو 5 ايام اللي انا افطم العجل. ما جيش اقطع عنده اللبن يا جماعة مرة واحدة، عشان خاطر الموضوع ده ممكن يوقف لي تحويله، او ممكن يدخلني في اسهال، او ممكن العجل ما ياكلش، او ممكن حاجات كتير تدخلني في ضرب. انا مش عايز الضرب ده يحصل معايا، انا عايز افطم العجل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين العجل ما شاء الله، شايفين فتحة العجل من ورا. العجل اهوت لسه ما اتفطمش، وزي ما حضراتكم شايفين. فقلنا احنا هنفطمه ازاي. والعجل ده قبل ما اجي افطمه اتاكد اللي هو بياكل معايا كيلو علف، كيلو علف صافي كده يكون هو بياكله في اليوم، عشان يقدر يعتمد على نفسه. طيب العجل ده ايه برضو الاسباب اللي يخليني افطمه؟ هيخليني افطمه لما يكون بياكل معايا كيلو علف، وطبعا بحط له دريس طول النهار مع العلف. اتاكدت ان هو بياكل كيلو علف وبياكل في الدريس، هبدا افطمه، عشان خاطر ما افطموش مره واحده يا جماعه. انا باكد على الكلام تاني معلش، بس عشان خاطر الموضوع ده في ناس بتستهتر بيه، وفي ناس بتيجي انا هفطم الصبح تيجي منع العجل عن امه، او منع العجل عن كذا، وتفطمه وخلاص. فطبعا ده شيء غلط. العجل ما شاء الله قدام حضراتكم اهو، انا عايز اما افطمه انا عايز العجل ما يخسش، انا عايز العجل يزيد معايا. طبعا انا فطمت العجل النهارده اهوت، هو بياكل
البادي بتاعه. طبعا انا هديله علفة الصبح وعلفة اخر النهار، وطول النهار انا هحط له دريس حجازي. دريس حجازي هيفضل ياكل فيه عشان خاطر العجل ما يخسش معايا وما ينزلش معايا. طب هل انا ممكن افطم قبل 3 شهور او 100 كيلو؟ طبعا في ناس بتفطم من 70 كيلو من 80 كيلو حسب حضرتك ما ايه. بس الافضل للعجلك لو حضرتك انت هتربي العجل ده عندك بعد كده، الافضل اللي العجل ده انت تشبعه من لبن زي ما انتوا شايفين يا جماعه اهوت. ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله. العجل زي ما حضراتكم شايفين قدام منكم اهو. العجل طبعا بياكل العلفه بتاعته وجردل الميه جنب منه اهوت. المكان بتاعه نضيف زي ما حضراتكم شايفين، تحت منه نضيف. دي حاجات بسيطه وحاجات اساسيه تعرفك تفطم العجل ازاي. وفي الاخر لو استفدت معانا اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله.